السلام عليكم. اليوم غادي ندير معكم وصفه ديال البداز. البداز هو نوع من الكسكسو اللي كيكون مديور بالسميد ديال الذره. انا هنايا ما غنستعملش السميد ديال الذره، غنستعمل هذا الكسكسو ديال داري اللي هو كسكسو ديال البداز. دونك هذا عاد خرجاتو داري، جربته شحال من مره، صدق زوين. دونك اللي ما يمكنلوش يشري هاد الكسكسو ديال داري يدير السميده ديال الذره. دونك غندير في هاد الكسكسو غندير فيه المطيشه طوماط سيريز. هاد المطيشه كتعطي اللون اكثر للكسكسو وكتعطيه بنه احسن من المطيشه العاديه. غندير بطبيعه الحال الحمص كيكون فيه كيكون في جميع الكسكسو اللي كاين. غندير اللفت الاصفر هنايا عندي، اللفت الاصفر كيكون اكثر فيه الحلاوه. غندير خيزو، غندير بطاطا حلوه، بصله بطبيعه الحال، الكرومب والقرعه حمراء. وغندير الكسكسو ديالي بالدجاج. دونك هذا هو اللي غندير الكسكسو. من بعد ما سالينا الخضره دونك قطعناها، غادي نبداو نصفو الخضره ديالنا. دونك غنديرو زيت روميه، الزيت غنزيدو فيها البصله والحمص، وغنديروها تشحر فوق العافيه. نخليوها حتى تهبط شويه البصله، ومن بعد غنزيدو عليها الدجاج حتى هو يتشحر. اللي غادي نخليو البصله كتشحر غادي نبداو نوجدو الكسكسو. غناخدو بقيه الكسكسو ديالنا، نزيدو فيها شويه الزيت، تقريبا نص كاس حتى كاس الا ربع ديال الزيت. نخلطو باش يشرب ديك الزيت كامل. نتوما كتشوفوا الفرق ما بين الكسكسو عادي وهاد الكسكسو ديال البداز، كيكون اللون ديالو اصفر، الحبه ديالو اكثر حاره. هاد الزيت كيدار في بداز ولا كسكسو باش كيغلف الحبه ديالو وما كيخليش يشرب الماء بزاف ويتعجن. دونك كنديروه باش ما يتعجناش الكسكسو. دونك البصله بدات كتهبط شي شويه، غنزيدو عليها الدجاج ونخليوه يتشحر شي شويه. خلينا الدجاج تقريبا واحد 10 دقائق كيتشحر ولا شويه اقل. كتشوفوا اللون ديالو تبدل. دونك كتزيد عليه مطيشه اللي كنا طحنا، وغنزيدو الإقامة ديال الكسكسو، نديرو الملحة على حسب كل واحد، على حسب الذوق ديالو. اللي كيبغي الماكلة مالحة شوية واللي كيبغيها ناقصة، مع ان الماكلة الملحة خصها تنقص شي شوية من الأكل ديالنا لأن فيها الضرر كتر. ندير واحد نص 4 معالق ديال الإبزار، واحد المعلقة ديال السكنجبير،
واحد المعلقه ديال 2 معالق د الخرطوم ولا معلقه ونص على حسب الذوق. كنديرو طويمات الزعفران. اللي عنده الزعفران وبغا يديرو غيكون احسن، اللي ما عندوش طويمات الزعفران كتكفي. الطيبه ديالها كتكون زوينه وكتعطينا اللون. كنزيدو من بعد الزبور ضروري. كنديرو السمن كاين فنان بزاف في الكسكسو. كنظن ضروري بالنسبه ديال الكسكسو بلا سمن ما كاينش. كاين اللي ما كيعجبوش السمن بصراحه ما يديروش. غنزيدو عليها الماء. كنديرو غير الماء بارد لان الدجاج ما كيحتاجش الماء سخون. كان اللحم كنزيدو معاه الماء سخون باش ما كيقصحناش اللحم، دونك كيبقى فتي كتسول الماء سخون اللي بدا يطيب. كنزيدو الخضره شويه بشويه. كنزيدو الكروم، كنزيدو خيزو، اللفت وبطاطا حلوه. القرعه كنخليوها حتى الثانيه، حتى التبخيره الثانيه باش بحيث ما كتاخدش الوقت بزاف فيها. كناخدو السميد الكسكسو اللي كنا درنا فيه الزيت وكنحاولو نزيدو الماء. كنزيدو كاس في الاول. نزيدو كاس الثاني. دونك الكميه ديال الماء على حسب الكميه ديال الكسكسو. كانت نص كيلو كنديرو تقريبا 2 كيسان. كانت كيلو الا ربع كنزيدو كاس اخر. دونك تقريبا كنحاولو نديرو كاس الا ربع د الكيلو. نحاولو نحركوه باش كندخلو فيه الماء. نديروه في الكسكاس. نحاولو نفرقوه. كنديروه فوق الطاوة باش يبدا يتبخر وكنغطيوه. خصنا نورمالمون كنخليوه 40 دقيقة من بعد ما بدا يتبخر. دونك كنبقاو نتسناوه حتى كنشوفوا البخور بدا كيخرج، عاد كنخليوه 40 دقيقة بالنسبة للتبخيرة الأولى. من بعد واحد ربع ساعة كيبان لنا البخار بدا كيخرج من كيدوز على الكسكسو ويخرج. دونك من دابا غنحسبوا 40 دقيقة عاد نحلوه عاوتاني ونزيدو فيه الماء. علاش الاولانيه كتكون فيها 40 دقيقه؟ لان الاولانيه هي الاساسيه، هي اللي كخصها تبخر بزاف. من بعد كنقصو كنولي نديروها 20 دقيقه في التبخيره. ال 40 دقيقه فاتت الان. دونك غادي نحلو على الكسكسو ديالنا. نعاود نسقيوه مره ثانيه. غادي نزيدو القرعه في الكسكسو نحطيوها ملي ما نسالي العمليه ديال الماء في الكسكسو.
كنحاولوا نحلوا الكسكسو باش يبرد شي شويه باش يمكننا ندخلوا فيه الماء. نحلوه بالفرشيطه باش ما كيحرقناش في يدينا. كنديرو في نفس الكميه 2 كيسان ديال الماء، كنديرو فيهم شويه د الملحه بحال اللي غتسمح باش يتملح الكسكسو. نحاولو ندخلو الماء في وسط الكسكسو. الحله بالفرشة برداتو شي شويه باش تسمح لنا يدينا باش نستعملو الماء فيه. الكاس الثاني الملح الا بقى في تحت نحاولو نحركوه باش ما يبقاش بلا ما بان. شويه بشويه نزيدو الماء. نشوفوا بعد ما زدنا له الماء الكسكسو ولا مفرك، دونك شرب الماء مزيان. كنعاودو نرجعوه للكسكاس. نشوفوا الحبه بدات كتنفخ على الفلو اللي درناه، حتى الكميه دارت بحال الكتلات. ونرجعوه نخليوه دابا 20 دقيقة للتبخيرة الثانية، وعاد غنزيدو له الزبدة ونديرو التبخيرة الثالثة. دونك نتلاقاو بعد 20 دقيقة. 20 دقيقة دازت، دونك غنحلو على الكسكسو ديالنا. ناخدو هاد الكسكسو غنزيدو هاد الفلفلات حتى الاخر باش ما كيطلقوش بزاف وما كيتكرسوش، كيبقاو صايمين الفلفلات. نبقاو نحلوه شي شويه، انت كيبان على حسب المره اخرى محلول اكثر. نديرو الزبده تقريبا 1-2 معالق ديال الزبده. اللي عزيز عليه السمن كيدير السمن، اللي بغا غير الزبده كيدير غير الزبده. كنحاولو ندوبوها ونبقاو نحركوه وندوبو الزبده. الكسكسو كيكون دابا طاب كنرجعوه
شويه عاوتاني غير باش هذيك الزبده كتدخل في الحبه، وكتزيد تعطيها بنه. ما دابا الا خليتي معلقه دقتيها كتلقاه تقريبا واجد. نحركوه مزيان باش الزبده تدخل في الكسكسو كامل. نرجعوها للكسكاس. خاص يسخن شي شويه. هذه اخر تبخيره عندنا، دونك كنخليوها واحد ربع ساعه. الان درنا التبخيره الاخيره، رجعناها للطاوه ديالها باش نيت ديك الزبده اللي درنا فيها كتدخل لحبات الكسكسو، ونيت الكسكسو يكمل الطياب ديالو. الكسكسو ها هو وجد، دونك شويه غناخدو المرقه ديالو غنخلطوه. انت ما مفرك، ما فيه لا كواري لا والو، باين. كل واحد يدير على حساب اللي كيبغي. كاين اللي كيبغيه يكون فازك، كاين اللي كيبغيه يكون شويه. حنا كنديروه موين، ما فازك بزاف ما فازك شويه، وديك الساعه كنديرو زليفات فيهم المرقه باش اللي بغى يزيد كيزيد. دونك الكسكسو ديالنا واجد. ديالنا واجد. كويسه ديال اللبن بطبيعه الحال. المرقه اللي بغى يزيد شويه المرقه. هذا هو الاكله ديالنا هذا النهار، هذه الجمعه هذه. بالصحه والراحه.